دكتور عايزين نلخص الموضوع في 3 حاجات بالظبط. اتفضل. هم 3 اطراف، ولا رابع ولا خامس، 3 اطراف وبالترتيب. اول حاجه المجلس العسكري هو يدبر المؤامره كلها عشان الناس دي قالت لا، عشان الناس دي قالت تدخل حكم على في ماتش المقاولين. الطرف الثاني الداخليه، وهي اللي ساعدت بقيادتها الفاسده اللي طول عمرها فاسده زي سامي سيدهم وزي احمد جمال. انا بقول لك كلام ومش خايف من حد. الطرف الثالث الجمهور المصري بقى، مطعم بالبلطجيه مش مطعم، مش بتاعتي انا بس، كان جمهور مصري. ده الطرف الثالث. احنا عايزين ايه؟ عايزين حاجه من الثلاثه. اول حاجه الجمهور المصري ده يتحاسب، الداخليه تتهيكل من اول وجديد. في تشيك اما عملوا عد هيكله للداخليه، كان اللي بيتشال من الداخليه بيتراقب 10 سنين. يعني هنا في مصر نفس القياده بتاعت حسني مبارك هي اللي موجوده. دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه اسقاط حكم العسكر، هيقولوا قدام الناس كلها يسقط حكم العسكر. دي الحاجه الثالثه. انا عايز اوجه بس يعني اول حاجتين بس الجروب بتاعنا. اول حاجه الناس اللي معانا في الجروب، سواء واحد مؤسس، واحد صغير، واحد بقاله سنه، واحد بقاله سنتين 3. الناس اللي ماتت ديت ماتت عشان قالت لا، عشان قالت لا للظلم ولا للسحل ولا للضرب. يا اما نجيب حقهم يا جماعه، يا اما نبقى زيهم.